اجي نشوفوا رأي الجمهور ديال النصر السعودي ولا الجماهير السعودية بصفة عامة على انتقال حكيم زياش إلى النصر. شنو الرأي ديالو؟ ليتس جو. عاجل يا اخوان، يقول لكم نادي النصر يدخل في مفاوضات مع اللاعب المغربي والدولي حكيم زياش. حكيم زياش اللاعب الدولي لمنتخب المغرب، لعب في اياكس امستردام شي تقارير وتألق معه تيقول لك أن وانتقل الصفقة الى صافي فشلات تشيلسي ب40 مليون يورو، يبلغ من العمر 30 عاما. 1993 نادي النصر السعودي يطالب بضم اللاعب الى صفوفه. لاعب نادي تشيلسي، اذا جاء اللاعب هذا انا راح احب الشخص اللي جابه. من الحين ابي اشبح للشخص اللي جاب زياش من نادي النصر مهما كان الاسم، هذا ولا داعم ولا استثمار ولا ايا كان. شكرا لو جبت هذا اللاعب، صفقة عظيمة يا رجل. حسب الصحفي الموثوق سانتي أونا، اللاعب المغربي حكيم زياش تلقى عرض شفهي من نادي النصر، واللاعب موافق على الانضمام لنادي النصر. يا رب تمم. السعودية هاكات الكورة. اياكس، تشيلسي، منتخب المغرب وصل معاه نصف النهائي. لاعب كبير. للمعلومية، هالخبر هذا انتشر قبل أسبوعين أو 3 أسابيع من مصدر نصراوي. اليوم تم تأكيدها من صحفي أجنبي، فالخبر صحيح. حنا ننقل لكم الأخبار اللي موجودة في الصحف العالمية. يجي اللاعب ما يجي اللاعب ما لي دخل. في لعيبة يرفض بسبب زوجته. لنا ميسي مثال. جاء عرض زياش وقيلا قال لك أنه على قبل مو باش يمشي للنصر. الولد بار بزوجته الله يوفقه. تكتاك نادي النصر في مفاوضات متقدمة جدا مع حكيم زياش الجناح، لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب عنده حلول كثيرة. زياش، رونالدو، تاليسكا، تركيبة خطيرة جدا. بغيتكم تعطوني الرأي ديالكم في حالة زياش مثلا مشى النصر السعودي، واش هاد الصفقة غادي تكون مزيانة ليه ولا لا؟ حنا ما نهضروش على الجانب المالي وغادي نهضروا على الجانب الكروي، واش مزيانة ليه ولا لا؟ خليوا لي الرأي ديالكم.